عم ابراهيم بيظهر في اعلان بلبن. تعال اقول لك ايه اللي حصل. عم ابراهيم الراجل ده اللي معروف بجملة يا ولي النعم يا كل النعم، الراجل ده بيوزع اكل كده بالمجان للزوار بتوع مسجد الحسين. طبعا الاكل يعني مش على حسابه، وناس يعني بتعمل حاجات لله وخلافه، ولكن ظهر في اعلان غريب قوي ليه بلبن. الاعلان دوت ليه بقول لك غريب؟ لانه جه بالتزامن مع غلق فرع العبور بسبب الاشتراطات للسلامة الصحية، وان هم لقوا قوارض ولقوا حاجات منتهية الصلاحية في الفرع بتاع بلبن. فالفرع دوت لما قفل، هو عم ابراهيم ظهر في الاعلان بتاع بلبن، والناس بقى قعدت تتريق وتقول لك المدد بتاعه تتسبب في غلق فرع العبور بتاع بلبن. يعني اعلام ما تفهمش هو وجهة نظرهم ايه وليه جابوا الراجل ده تحديدا. انا شخصيا بصراحة بقرف من الراجل ده جدا جدا، وانا قليل لما بقول وجهة نظري في فيديوهات. راجل يعني بيقدم الاكل للناس بشكل وحش قوي، ومش عايز بقى اوضح حاجات، يعني خشوا اتفرجوا على عم ابراهيم ده، راجل سيء للغايه. قول لي وجهه نظرك في كومنتات في الراجل دوت، وليه بلبن فرع أو مكان يعني كبير مشهور زي بلبن يجيب شخصيه زي كده. قول لي وجهه نظرك في كومنتات في الواقعه ديت، وهل بتجيبوا من بلبن بعد الفروع اللي بتقفل منه بسبب السلامه الغذائيه ولا لا؟ وفي النهايه ما تنساش تتابعني على كل المنصات علشان يوصل لك كل جديد.